زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، فيديو جديد على قناتكم قناة الكرة الزمالك. معكم سامح حسن، والنهارده هنتكلم عن الوديات اللي الزمالك هيلعبها ان شاء الله بعد معسكر العاصمة الإدارية. الزمالك ان شاء الله بيستعد للموسم الجديد. طبعا الزمالك اول ما هيلعب اولى مبارياته في الدوري هتكون قصاد سيراميكا كليوباترا. طبعا فريق سيراميكا كليوباترا فريق قوي. الزمالك طبعا بعد المعسكر العاصمة الإدارية قرر ان هو يخوض عدد من الوديات، هما 2. الودية الأولى هتكون مع غزل المحلة، دي هتكون يوم الخميس القادم إن شاء الله 31 يوليو اللي هو 31/7، والتانية هتكون قصاد بروكسي يوم الجمعة 1 أغسطس. طبعا في كلام إن ممكن يكتفوا بودية واحدة اللي هي ممكن تكون بتاعة غزل المحلة، هتكون يوم الخميس 31 يوليو، إلا إن الكلام لسه مش مؤكد. فإن شاء الله نادي الزمالك بالمباريات ديت هيحاول يزود الانسجام ما بين اللاعبين، طبعا لأن في لعيبة كانت موجودة في الفريق في بداية المعسكر، وفي لعيبة انضموا من خلال المعسكر اللي هم الصفقات الجديدة. فإن شاء الله نادي الزمالك يحاول المدير الفني يانيك فيريرا إن هو يظبط اللعيبة مع بعض، وحتة التجانس والتناغم ما بين اللعيبة عشان برضك نجمع ال11 لعيبة الأساسيين اللي هينزلوا في مباراة سيراميكا، وده هيكون شيء مفيد إن شاء الله. المباراتين دول لو الزمالك أداهم طبعا هيبينوا لفيريرا إن هو ممكن إيه العناصر اللي ممكن لسه ما استقرش عليها يبتدي يستقر عليها، وبرضك لو في عناصر اتثبتت معاه خلاص هتبقى العناصر اللي اتثبتت معاه دي هتبقى شيء إيجابي، ونشوف إن شاء الله قوام أساسي لفريق نادي الزمالك. ويا رب الخير إن شاء الله يكون نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. نشكركم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.